السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في حل الدرس الثاني لكتاب الوسام 2026. خلصنا الدرس الأولاني كله بفضل الله. تعالى بقى دلوقتي يلا خش على الدرس الثاني. المقاومات فيها شغل شوية، بس بإذن الله كل حاجة تبقى بسيطة لو فكرنا فيها واحدة واحدة. أول سؤال بيقول لك إيه؟ عند توصيل مقاومتين مختلفتين معا على التوازي فإن المقاومة المكافئة لهما. أولا تعالى هنا كده في الحتة بتاعتنا اللي بنكتب فيها، نزود صفحة. في التوالي المقاومة المكافأة المقاومة المكافأة أكبر من أكبر مقاومة، لأنها عبارة عن جمع ار كلية عبارة عن ار واحد زائد ار اتنين. أما في التوصيل على التوازي المقاومة المكافأة أقل من أقل مقاومة، أقل من أقل مقاومة أهي. اتنين، عدد من المقاومات متصلة على التوازي مع بطارية مهملة المقاومة الداخلية، فعند فصل إحدى المقاومات، بص يا شباب، فرق جهد دايما على التوازي ثابت. فكرها كده، لو انا عندي لمبه اهي ومروحه عندكم في الاوضه، لو دلوقتي قفلت اللمبه في حاجه بتحصل مروحه؟ لا، فبالتالي يظل الجهد ايه؟ ثابت كما هو. ماشي. لديك مقاومتان كهربيتان اذا علمت ان المقاومه الاولى 3 امثال التانية، يعني ار واحد بتساوي 3 ار اتنين، وعند توصيلهما على التوازي كانت المقاومة المكافئة لهما تساوي 3 أوم، فإن قيمة المقاومة المكافئة عند توصيلهما على التوالي. سهلة وبسيطة خالص خالص خالص. لو سمينا واحدة إكس وواحدة واي يبقى إكس 3 واي، صح كده؟ احنا عارفين في التوازي عبارة عن ضربهم على جمعهم، يعني 3 واي في واي على 4 واي، كل ده بيساوي ايه؟ 3 أوم. فأنت عارف الواي هتطير مع الواي، التلاتة هتطير مع تلاتة، يبقى المقاومة الواحدة بأربعة، يبقى الإكس ب12، والتوالي بجمع يبقى كام؟ 16. الرسم البياني المقابل يوضح العلاقة بين فرق الجهد بين طرفي ثلاث موصلات مع شدة التيار، كل منهما في دائرة بمفردها، فتكون المقاومة المكافئة عند توصيلهم على التوالي. طب ما انا عارف في الرسم البياني ان الميل هو الار، صح كده؟ فلو جبت ار اكس 40 على واحد ب40، واي 40 على اتنين ب20، 40 على 4 ب10، هقسم ده على ده وده على ده وده على ده، وطبعا في التوالي ايه؟ بجمع يبقى كام؟ 70. سلك منتظم المقطع مقاومته 120 اوم قطع الى اطوال متساوية ووصلت القطع على التوازي، فكانت المقاومة الكلية 1.2 اوم، فإن عدد القطع التي قسم إليها السلك. أولا احنا عارفين إن ار توازي بتساوي ار الواحدة على العدد. واحدة واحدة، هو كله 120 اتقسم إلى أطوال متساوية، اتقسم إلى أطوال إيه؟ متساوية. يعني مثلا نجيبها هنا كده، هو قال لك إيه؟ هو سلك أهو مقاومته 120، حلو كده، اتقسم إلى عدد من القطع قد بعض. يعني ال 120 دي مثلا لو سمينا القطعة الواحدة مقاومتها اكس في العدد في ان، دي مقاومة الواحدة، حلو كده. يعني الواحدة مقاومتها اكس
طيب الواحدة بقى دي لما وصلتهم كلهم على التوازي قد بعض اكس على ان اداني 1.2 اوم. يعني دي في حالة التوالي ودي في حالة التوازي. طب ما خلاص كده ممكن مثلا اروح شايل الاكس دي احط 1.2 ان، يبقى 120 بيساوي 1.2 ان تربيع. لو رحنا قاسمين 120 على 1.2 يديني 100، يبقى الان الواحدة بكام؟ 10. خلاص كده. أكن دي في حالة التوالي ودي في حالة التوازي. ما احنا عارفين ار توتال توالي بتساوي ار الواحدة سميناها اكس في الان. ماشي. طيب 6. أي مالي يمكن أن يكون صحيحا بالنسبة للمقاومة المكافئة بين نقطتين اكس واي في جزءا من الدائرة الموضحة. هي ايه ار دي؟ انا حاطط يعني تقريبا دي 5 وكاتبينها ار، صح كده ولا انا غلطان؟ هي كده كده هتبقى اصغر من 2، بس ممكن ده 1 مثلا. برضو نبعتها لاصحاب الكتاب يكون هم عندهم ايه غلطة يعدلوها قبل الطباعة. لو الار دي ب5 يعني فطبيعي يبقى اصغر من 2. احنا قلنا المقاومة المكافئة اصغر من اصغر مقاومة. 7. لديك 3 مقاومات مختلفة 4 و8 و12. اي الدوائر التالية تساوي 11 اوم. طبعا نجرب. طبعا دي غلط ودي غلط، مش هديك اقل من 4، ودي غلط اكيد جيم. في الشكل المقابل تكون قيمة المقاومة المكافئة. طبعا لو انت خدت بالك دول كلهم توازي هم ب2، ودول توالي ب12، ودول توالي ب12. 12 و12 6، 6 و2 8. ماشي. 9. توضح الأشكال الأربعة 4 مقاومات كهربية متماثلة متصلة معا. ممكن أسهل حاجة يا شباب نفترض كل مقاومة مثلا ب1، فواحد واحد اتنين وواحد واحد اتنين مع بعض توازي ب1، واحد واحد اتنين وواحد واحد اتنين مع بعض توازي ب1. دول كده ب2. طبعا دي كده مختلفة عن دول. دي واحد واحد نص، واحد واحد نص أجمعهم ب1 يبقى 1 و2 و4 أهي. 10. اتعود دايما في المقاومات الكبيرة بتحل السؤال من ورا بعيد عن البطارية. بحل السؤال بعيد عن البطارية. بحل السؤال بعيد عن البطارية. طبعا خدت بالك لو احنا لسه ما خدناش السلك الفاضي، سلك الفاضي شارع فاضي بيلغي كل المقاومات دي كده اتلغوا، ودي برضو كده اتلغت لانها سلك فاضي توازي. امتى مستر بلغي السلك الفاضي؟ عندما يكون توازي مع اي مقاومة. طبعا هنزل لكم شرح الكلام ده كله بالتفصيل عندنا على اليوتيوب او على المنصة باذن الرحمن، منصة اصل الفيزياء على جوجل باذن الله. تمام. طيب يبقى انا كده عندي الفرع اليمين ده كله اهو. بص بص اهي الاتنين دي، الاتنين دي مع الاتنين دي توازي ب1. بعد كده 1 و3 يبقى 10. 1 3 و6. مهمة جدا دي.
مهم. اهو تاني، كبر اهي. ده سلك فاضي هيلغي اي مقاومة توازي، فلغى دول ولغى دول، يفضل لك الاتنين مع الاتنين توازي بواحد، واي مقاومات جنب البطارية بتجمعه يبقى 10. 11. في الشكل المقابل تكون المقاومة المكافئة بين اكس وواي. طبعا في طريقة اسمها النقط، لو انتم مش عارفينها مش عايز احل بيها دلوقتي لان دي افكار سهلة وبسيطة خالص. اول حاجة قلنا بحل من ورا اهو، 3 و6 توازي ب2، الأربعة مع الاتنين توالي ب6، 6 و6 3 مع الاتنين 5. تاني 6 و3 2، 4 و2 توالي 6، 6 و6 3، 3 و2 5 توالي. بص سلك فاضي اهو، عمل ايه في دول؟ اتلغوا، يفضل لك دول بس توازي يبقى 3. 13. في الشكل المقابل تكون قيمة المقاومة المكافئة بين النقطتين A و B. زي ما قلنا بحل بعيد عن البطارية. 4 و8 12 مع 6 توازي ب4. تعال نكبر اهو. 4 و2 توالي ب6، 6 و3 توازي ب2، 2 و4 6. 14. الشكل المقابل يوضح جزءا من دائرة كهربية. إذا علمت أن قيمة المقاومة المكافئة بين إكس واي هي 12 أوم. طبعا دول مع بعض أول توازي بنص ار، ودول مع بعض توازي بار على 3، ودول مع بعض توازي بنص ار مع بعض توالي، يعني نص ونص واحد وتلت، يعني 1 زائد تلت 4 على 3 ار يساوي 12. يديني ار واحدة تقريبا ب9، صح كده؟ تاني عمل دول توازي وعمل دول توازي وعمل دول توازي وجمعتهم مع بعض بيساوي 4 على 3، هيساوي ال12 اللي هو مديها لك. خلاص. 15. الشكل المجاور يمثل جزءا من دائرة كهربية. ما قيمة المقاومة المكافئة المحصورة بين النقطتين اكس واي؟ طبعا لو خدت بالك دول مع بعض توازي اهم، تعال نكبر، ب3، ودول مع بعض توازي ب2، صح كده؟ الاتنين والتلاتة دول توالي كده ب5، بقى عندي فوق 4 وفي النص 5 وتحت 20. أعملهم كلهم توازي، 1 على 4 زائد 1 على 5 زائد 1 على 20 يديني 2. 16. إذا كانت المقاومة المكافئة لمجموعة المقاومات الموضحة بالشكل 8 أوم، فإن ار طبعا سهلة خالص، مش دي كده توازي ب1 وب5، يعني دول كده ب6، وأنا عندي كله أصلا بكام؟ ب8، يبقى دول لازم يديني 2. يا ترى كام مع 4 توازي يديك 2؟ 4. بحب أنا جدا التوالي التوازي الحقيقة لأنه بسيط جدا جدا جدا. 17. في الشكل المقابل تكون قيمة المقاومة المكافئة بين اكس وواي. تعالى كده واحدة واحدة، دول مع بعض اهم. خد الحتة الرخمة الأول، تعالى كده نكبرها. خد الحتة الرخمة الأول اللي هي الحتة دي، 5 مع 20 توازي ب4، وشيلها. 4 مع 6 توالي ب10، وشيلها. 10 مع 10 توازي ب5، 5 مع 2 ب7، 7 مع 42 تعالى نشوفها ب6، 6 مع 2 توالي 8، 8 و8 4. هي الموضوع بيجي بالتعود، مش صعب يعني، تعود واحدة واحدة تلاقي الموضوع ظريف ولطيف يعني.
18. الشكل واحد يمثل موصل اسطواني الشكل منتظم المقطع إذا تم تقسيمه إلى 4 أجزاء متماثلة، ماشي، وتوصيلهم كما بالشكل. 2. فإن قيمة المقاومة المكافئة بين إكس وواي. بسيط خالص. طبعا بيقول لك الشكل كله مقاومته 4 ار، يعني هنا ار وهنا ار وهنا ار وهنا ار. لما قسمت بقى دي ار ودي ار ودي ار ودي ار، مش هقسمه كده، دول مع بعض ب2 ار ودول مع بعض بنص ار، بس نعملهم بقى، يبقى 2 في نص على 2.5 يديني 4/10. سهلة خالص خالص خالص. 19. أي الدوائر التالية تعطي قيمة مقاومة مكافأة تساوي قيمة المقاومة المكافأة في الشكل. تعالى عايز تجرب اهو، حط كل مقاومة بواحد، كل ار بواحد اهي، دول يبقى دي كده اديك تلتين، هنشوف مين هيدينا تلتين بس. هنا الفكرة، فدول مع بعض كده توازي بار، ار مع ار 2 ار اهي، الف اهي من غير ما اكمل. حتى بص اهو 2 ار مع 2 ار توازي وار واحدة، اداك نفس الشكل اللي عندك اهو. 20. 4 مقاومات كهربية متصلة معا كما بالشكل. مؤشر أوميتر، كلمة مؤشر أوميتر يا شباب يعني بيقيس مقاومة عند توصيل طرفي الجهاز، يعني عايز هوصل ازاي بحيث يديني نفس المقاومة. مثلا انت هتجرب، بس تعالى مثلا نجرب جيم. لو انا وصلت بين A و C، دول كام؟ 2.5 ودول كام؟ 1.5 توازي مع بعض. طب لو وصلت بين B و D، دول كام؟ 2.5 ودول كام؟ 1.5، يبقى اديك نفس المقاومة بالظبط. او هتجرب الاختيارات. 21. في الشكل المقابل تكون قيمة المقاومة المكافئة بين النقطتين اكس واي. واضح جدا ان دول كده مع بعض 6 ار و6 ار و6 ار توازي ب2 ار، 2 ار مع 4 ار توالي ب6 ار بس، وعندك فوق 12 ار وعندك تحت 4 ار، اعملهم توازي كلهم مع بعض هيديك 2 ار. ماشي. 22. في الشكل المقابل أي الاختيارات التالية يكون عندها المقاومة بين A و B 5 أوم. أصلا لو خدت بالك دي 2.5، يعني أنا دول زائد دول لازم يديني 2.5. فأسهل شيء إن أنت ممكن تجرب الاختيارات. يعني مثلا تعال نجرب مثلا أي حاجة، مثلا تعال نجرب جي مثلا. احنا عايزين توازي ده مع توازي ده يديك 2.5، يعني هعمل دول توازي واعمل دول توازي واعمل دول وهكذا، واشوف مين يدي 2.5 كده. فاهمين النظريه ازاي؟ او مثلا قلنا نجرب جيم، يعني 1/2 على 1 زائد 2 زائد 8/9 على 8 زائد 9، ما ادانيش 2.5، يبقى جيم غلط. تعال نجرب مثلا ألف، 2/9 على 2 زائد 9 زائد 8/2.5 على 8 زائد 2.5، ما اداني ألف برضه غلط. تعال نجرب ب، 1/9 على 1 زائد 9 زائد 2/8 على 2 زائد 8 اهي ب بالتجربة. 23. في الدائرة المقابلة تكون شدة تيار البطارية. مش عايز اتكلم عن شدة التيار، عايز شدة التيار يبقى فيديو لوحده. فكده احنا خدنا اول 22 سؤال في التوالي والتوازي، ونخلي شدة التيار لوحده لانه ليه قصة مختلفة تماما، وخليه فيديو لوحده. اتمنى نكون فهمنا. ما تنسوش تشتركوا في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا مرة أخرى بإذن الله في تكملة الدرس الثاني لكتاب الوسام. خلصنا التوالي والتوازي، دلوقتي بقى نتكلم عن جزء التيار الكلي. لازم تبقى عارف إن الأي
اهي الاي كلية بتساوي في بي على ار توتال. ده اهم قانون يعني. تعالى كده نشوف. هو عايز شدة تيار البطارية، مش انت معاك الفي بي؟ طب ما تيجي نجيب المقاومة الكلية، دول مع بعض توازي 2.5. 2.5 و2.5 توالي 5. 5 و5 2.5. يبقى ار المكافأة ب2.5 اوم، واللي في بي ب5 يبقى 2 امبير. 24 نفس الكلام، عايز شدة التيار، معاك البطارية، هجيب المقاومة المكافأة 6 مع بعض مع 2 توازي. تعال نشوفها بكام. 12 على 8. 1.5. 1.5 3. 3 و3 1.5. 6. في حاجة غلط هنا ولا ايه؟ 6 1.5 4 اهو ماشي، في 4 مرتين. تعالوا نبعتها لصحاب الكتاب برضو للتعديلات. الناس مأمنيننا أمانة يا شباب، إن إحنا لو في أي أخطاء في الكتاب لازم نعدلها. يلا نكمل. 25 في الدائرة المقابلة إذا كانت قراءة الأميتر A1 1 أمبير. أنا مكنتش عايز أتكلم على تيار الفرع الحقيقي دلوقتي، بس ماشي. 1 أمبير. طبعا إحنا عارفين إن فرق الجهد على التوازي ثابت. فرق الجهد أي في آر 8 في 1 ب8 فولت. كام في 2 يديكي 8؟ 4 أمبير. هنا 1 وهنا 4 يبقى كله كام؟ 5. ماشي. 26 في الشكل المقابل من البيانات على الرسم تكون قيمة شدة التيار 15. 15 و30 هو التيار الكلي بالظبط. ليه؟ لأن التيار الشباب هيطلع من البطارية يعدي على 15 يتفرع كده، يتفرع كده، يجمع تاني هنا، يبقى ال 15 وال 30 تيار كلي. طب هتجيب المقاومة المكافئة، دول مع بعض توالي ب50. 50 مع 10 توازي، تعال نشوف. يديني 25 على 3 توالي مع ال45 دول، يديك رقم. اقسم 15 على الأنصر يديك 9 على 32 اهي. تاني دول توالي مع دي توازي مع دول توالي، بعد كده الاي في بي على ار توتال. ماشي. 27 في الشكل المقابل تكون شدة تيار المقاومة 12 اوم تساوي. اولا برضه الكوتش عايز اتكلم عن تيار الفرع دلوقتي، لان هو اصلا ليه جزء تحت لوحده، بس مش مشكلة. 8 و8 4. 4 و4 2. يبقى الفرع اللي فوق ب6 اوم والفرع اللي تحت ب12 اوم. مش انت معاك 12 امبير؟ مش المقاومة اللي تحت ضعف اللي فوق؟ يبقى التيار اللي فوق لازم ضعف اللي تحت، يبقى فوق تلتين الكل وتحت تلت الكل. تلتين الكل، تلتين في 12 ب8، تلت في 12 ب4، يبقى 4 امبير. طب اتأكد ازاي يا مستر ان انا حليت صح؟ هضرب الاي في الار، فرق الجهد 6 في 8 48، 12 في 4 48. 28 في الدائرة المقابلة تكون شدة تيار المقاومة 8 اوم. خلاص بقى احنا فهمنا اللعبة، فهمنا القصة. 3 و3 دول كده عاملين كده دي. ماشي. ايه الرسمة دي؟ 3 و3 توازي ب1.5. ماشي. تعالى نعملها بشكل احسن. لو انا جينا حتى بدأنا بالنقط اهي، 1. هنطلع، خلي بالك هنطلع هنا كده 2،
هينزل هنا 3 وننزل هنا 3، وكده كده ال8 يقوم معايا في الآخر. فبين 1 و2 و3، بين ال1 وال2 ال3 دي، بين ال2 وال3 ال3 دي، وال3 دي. لو مش عارف طريقة النقط، إن شاء الله في فيديو هنزله بالتفصيل على طريقة النقط بإذن الله. ماشي، نزلنا عملنا دي كده وحطينا دي، حطينا دي صح كده. بين 1 و3، 3 دي و3 دي. بس 3 و3 1.5، 1.5 و3 4.5، مع دول توازي. يعني 4.5 في 1.5 على 4.5 زائد 1.5 يديك رقم اجمع عليه 8. بس اقسم بقى 24 على عنصر يديك 2.6. في حاجة غلط، الناتج ما طلعش دي. تعالى تاني نعملها تاني. هو عايز شد التيار الكلي، كده كده يطلع من البطارية، ما عندناش مشكلة صح كده. فلو خدت بالك دول مع بعض توازي ب1.5، فهنقولنا هننقط أحسن. 1 2 3 3 أهو، 1 2 3. بين 1 و2 ال3 أوم، شيلها. بين ال2 وال3 ال3 وال3 ممكن أحط 1.5. بين ال1 و3 ال3 وال3 ينفع أحط 1.5 على طول. بس يعني 4.5، 4.5 في 1.5 على 4.5 زائد 1.5 يديني 1.125 زائد ال8. طيب ركز بقى معايا، يديني 9 وشوية. 24 على 9 يديني رقم، ولكن في نقطة هنا هو عاملها في الرسمة، تعالى كده نشوفها. متصل النقطة دي بجهد الأرض ومتصل النقطة دي بجهد الأرض. يعني ده معناه إن نقطة الجهد دي هو جهد النقطة دي بالظبط. يعني ده معناه إن أكن في سلك فاضي هنا كده. خلي بالك، شفت الحتة دي أهو. طب ما 24 على 8 كده ب3 أمبير. 3 أمبير تاني أهو، موصل لك دي بجهد الأرض. يعني كده ده سلك هنا كده، سلك توازي مع دول. ما هو جهد النقطة دي هو جهد النقطة دي، كده مفيش فرق في الجهد. مفيش فرق في الجهد، يبقى دي كده 3 أمبير على طول. حتى طلعت معاك فرضا 2.6، انت ما خدتش بالك، طلع معاك برضو ايه ب3. 29 في الشكل المقابل تكون قيمة المقاومة المكافئة. أنا مش عارف، هو مشكلة مدخل مقاومة مع تيار ماشي. قلت لك لو الدنيا ملخبطة عليك ممكن نحل بالنقط. 1 كلهم متصلين بنقطة واحدة، يعني 2 2 2 ودي 3. 1 2 3. بين 1 و2 ال6 وال12 وال4 أصلا دول توازي مع بعض كده، ينفع أشيلهم أحط 2 على طول. بين ال2 وال3 ال3 وال6 برضه ينفع أحط 2 على طول. بس 2 و2 4. 30 عدة مقاومات متماثلة تم توصيلهم بثلاث طرق مختلفة، أي العلاقات توضح. ماشي، دي اللي مصدر، يعني ده المصدر كده. ماشي، دول كلهم قد بعض، يعني R على 3، ودي كده تلتين الار، ودول كده أصلا 1.5 R. يبقى دي الكبيرة، 3 شرط، دي الكبيرة بعديها الشرطتين بعديها الشرط اهي. 31 الشكل واحد يمثل موصلان مستقيمان من نفس المادة ولهما نفس المساحة ونفس الطول، فإذا تم توصيلهم بثلاثة طرق مختلفة مع مصدر مستمر
أي التوصيل فإن الترتيب الصحيح للتوصيل. ماشي، ده الشكل اهو مثلا. ماشي، احنا لو سمينا مثلا دي واحد 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 واحد، طبعا كنا نفس البطارية، فهنا واحد 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 واحد. حلو كده. تعالوا نشوف الشكل ده كده اللي هو اكس. فطبعا دي اصلا مش معايا في اللعبة، بره التوصيل، يبقى دول مع بعض توازي، ويبقى دي واحد ونص. اما هنا دي كده توازي بنص مع دول توالي، يعني اتنين ونص. دي المقاومة، خلي بالك. ودي هنا اللي بره المرة دي التوصيل، ودي بره التوصيل، يعني نص بس. فبالتالي الواي اكبر مقاومة اقل تيار، يبقى الواي اقل حاجة. طب مين الاكبر؟ الزد اكبر حاجة. فين الزد اكبر؟ اهي. سؤال حلو يعني. ملف دائري ذو لفة واحدة مقاومته 20 اوم، اي ما يلي هو المقاومة صحيحة بين طرفي القطر. طبعا قطر 20 و20 10 يتقسموا نصين، 10 و10 5. الشكل المقابل يمثل العلاقة بين تغير الجهد والتيار لمقاومتين اكس واي. فإذا تم توصيل المقاومتين على التوازي مع بطارية 24 فإن تشد التيار. طبعا لو قسمنا 30 على 5 يدي الاكس ار بتاعتها ب6 اوم، و120 على 5 بكام؟ ب24. يعني ار واحدة 24 والتانية ب6، اللي عاملهم توازي مع بعض يديني 4.8. اقسم 24 على أنصر يديني 5 أمبير. تاني، قسمت 30 على 5 اداني 6، وقسمت 120 على 5 اداني 24. دول مع بعض توازي. بعد كده التيار في بي على ار توتال. كده خلصنا الجزء بتاع التيار. هنخش على التجزئة ولكن في الفيديو القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.